السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. يلا بينا بقى النهارده هنعمل أحلى بانكيك كده في البيت، حاجة كده لوز اللوز، بص عامل ازاي ما شاء الله. يلا بينا بقى كده نشوفها ايه مكوناتها هنعملها ازاي. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا كوبايتين دقيق، كوباية لبن رايب، ومعايا فانيليا وبيكنج باودر، ومعلقتين زبدة سايحة، ومعلقتين سكر، ومعايا بيضاية ورشة ملح طبعا. أول حاجة هنزل كده بكوباية من الحليب الرايب، لو ما عندكيش حليب رايب ممكن كوباية حليب دافية عليها معلقة خل. هنزل بقى كده كل المكونات والبيضة والسكر والبيكنج باودر معلقة كبيرة بالمضرب كده بإيدك كده حلوة كده، وقلبي كل المكونات دي كده كلها مع بعض. عايزة أقولك ريحته جميلة جدا. هنزل بقى كده بالدقيق وهنخلهم حلو. تاني كوباية اهو عليها رشة من الملح، وقلبيه بقى حلو كده لغاية الايه السمك يبقى حلو، العجينة ما تبقاش لا خفيفة ولا تقيلة معاكي. ولو لقيتيها تقيلة ممكن تحطي معلقة لبن. هسيبها بقى ايه كده ترتاح مثلا بتاع 10 دقايق. بعد ما ارتاحت ما شاء الله هنقلبها حلو كده، وهناخد بقى ايه اي كوباية عندك بقى ليها بوز وكده. انا ما عنديش طبعا كوباية، فايه اكتفيت بالايه بالكنكة اللي انا بعمل فيها القهوة. وهجيب كده طاسة ما تكونش بتلزق، وهنزل كده بالايه بالخليط واحدة واحدة كده. عايزة بقى تعملي البانكيك كبير ده في ايدك انت. واجيب كده طبق وايه واطلع الكمية اللي انا بعملها في الطاسة واحدة واحدة كده لغاية ما نخلص الكمية كلها. انا بصراحة ما بحبش اعمله كبير قوي، يعني برضو ايه يبقى وسط. بصي اللون الذهبي بتاعه جميل، تحفة. ايه رأيك بقى؟ حاجة حلوة للأولاد كده يفرحوا بيها، ولا بقى نجيب من بره ولا حاجة. ده من حاجة نعرف نعملها في البيت وبإيدينا، كنا نبقى ضامنين الحاجة اللي أولادنا إيه بياكلوها. وإحنا طبعا أنا بوريك الطراية بتاعتها جميلة جميلة جدا. بعد ما أخلص بقى الكمية دي كلها أخدها كده في طبق التقديم وأرصها على بعض، ونحط بقى إيه عسل إيه نحل. عندك أنت بقى صوص شوكولاتة ممكن تحطي،